السماعة دي هي الايربودز العادية جدا، ما هياش البرو دي، يعني الايربودز بس كده. والسماعة دي انجح سماعة في التاريخ، يعني بفضل السماعة دي لو جمعت الايربودز بالموديلات المختلفة وعملت الايربودز دي شركة لوحدها، فالشركة دي هتكون قيمتها معدية ال 180 مليار دولار، والكلام ده من سنتين، فاكيد الرقم ده كبر جدا. وده معناه ان هي كانت هتبقى شركة اكبر من شركات كتير جدا معروفة زي سوني ولوجيتك وحاجات كتير تحس ان هم اكبر، لكن الايربودز لوحدها تعمل شركة اكبر من دول بكتير. والسماعة اللي هكلمك عليها هي الايربودز الجيل الثالث، وهي الاحدث لغايه دلوقتي في وقت تصوير الفيديو ده. والسماعه دي قد تكون مش متفوقه في حاجه معينه عن السماعات الجامده التانيين، لكن الباكج العامه اللي بتاخدها من السماعه دي قادره جدا ان هي تخلي السماعه دي يعني الاختيار الامن والمنطقي، وقد تكون يعني السماعه المثاليه لناس كتير جدا. فتعالى نتكلم مع بعض كده شويه بالتفصيل عن الايربودز الجيل الثالث. يلا بينا. صباح الخير ومساء الفل على الكل، انا اندرو وديد. والايربودز الجيل الثالث هي السماعه الاولانيه او العاديه كده من الايربودز، لكن في الحقيقه انت لو دخلت على موقع ابل هتلاقيها واقعه في النص كده ما بين الجيل الثاني اللي هو القديم اللي هو ما انصحش بيه خالص، والموديل الاعلى منه طبعا وهو الايربودز برو، ودلوقتي كمان الجيل الثاني كنا عملنا عليها فيديو، ودي الفلاج شيب يعني، او دي اقوى حاجه في السماعات الصغيره الايربودز اللي ابل بتنتجها. لكن لو رجعنا في الحديث مع بعض عن الايربودز الجيل الثالث، فهي زي ما قلت لك محطوطه في النص كده وبتيجي بسعر 180 دولار. عندك الجيل الثاني لسه بتتباع جديده بسعر 130 دولار، لكن زي ما قلت لك هي قديمه في حاجات كتير فما انصحكش بيها. وعندك الايربودز برو الجيل الثاني دلوقتي برضو بتتباع ب 250 دولار، ففي فرق كبير شويه ما بينها وما بين الجيل الثالث العاديه، عشان كده انت ممكن تبقى حابب تجيب الجيل الثالث عن البرو. لكن كالعاده قبل ما نخش في تفاصيل الجيل الثالث من الايربودز، تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وتدوس على زرار الجرس عشان تشوف الفيديوهات الجديده اول ما بتنزل على طول. مبدئيا كده اول ما هتيجي تفتح البوكس بتاع الايربودز الجيل الثالث، هتلاقي ظاهر قدامك على طول مجموعه من الورق اللي محدش بيستخدمه قوي الحقيقه، وهتلاقي السماعه نفسها اللي هنرجع لها تاني بعد شويه. وتحت السماعه دي هتلاقي فيه الكابل بتاع شحن السماعه اللي هو من طرف USB-C والطرف الثاني لايتنينج، عشان لسه السماعات دي بتتشحن باللايتنينج بورت. وطبعا لما نرجع للسماعه هتلاقيها ملفوفه في الورقه الشيك دي، وتحب يعني احساس وانت بتفتح الورقه بتاعتها. لكن هي دي كل حاجه بتيجي في البوكس، وده المتوقع يعني مفيش حاجه زياده، حتى الاستيكرات بتاعت ابل مش موجوده. وده اللي هينقلنا للفه في الهاردوير كده والخامات والتصميم بتاعت الايربودز الجيل الثالث، اللي هي زي ما انت شايف شكلها شبيه جدا جدا بالايربودز برو الجيل الثاني اللي اتكلمنا عنه. انا معايا الايربودز برو، هتلاقي العلبه شبه متطابقه، البرو جايز اعرض شويه لكن دي اطول شويه، لكن في الاخر الابعاد يعني شبه متقاربه جدا. عندك في البرو طبعا من تحت السماعه اللي هنتكلم عنها شويه مش موجوده دلوقتي هنا، لكن الحقيقه ملمس الاثنين شبه واحد في الايد. وطالما بنتكلم عن الكيس فتعال نكمل لفه في الكيس بقى. مبدئيا حجم الكيس صغير جدا زي ما انت شايف في كف ايدي كده، والاطراف الملساء البلاستيك دي بتخلي الموضوع سهل جدا ان انت تزفلط العلبه في جيبك كده على طول من غير ما يكون في اي مشكله يعني انك تشيلها معاك. ومن تحت هتلاقي فتحه اللايتنينج بورت اللي بتستخدم علشان تشحن الكيس دي، لكن الكيس دي برضو بتتشحن وايرلس مش لازم بسلك خالص. وكمان الجيل ده زودوا فيه ان انت تقدر تشحنها بالماك سيف اللي هو الشاحن المغناطيسي المدور اللي ممكن تجيبه للايفون بتاعك. فزي ما انت شايف عندك 4 مغناطيسات في الاطراف كده، هم دول اللي بيمسكوا في الدايره بتاعه الماك سيف. بمجرد ان انت بس تحط السماعه عليه هتلاقيها مسكت بالمغناطيسات واتشحنت كده على طول. وما تقلقش بقى من حته انها ما تكونش متسنطره على الشاحن الوايرلس، لان هي ماسكه بالمغناطيس في الشاحن ده عادي جدا. وخلي بالك هي بتتشحن على الماك سيف لكن مش بتتشحن على شاحن الابل واتش زي ما بيحصل مع الايربودز برو الجديده. الكيس دي كمان عندك دلوقتي ضد الطرطشه بتاعه الميه، فمفيش اي مشكله برضو وانت بتلعب في الجيم كده ولا طرطشت عليها ميه مش هيحصل لها اي حاجه، ودي حاجه ما كانتش موجوده في الجيل الثاني. السماعات بس هي اللي كانت ضد الطرطشه والميه. وتقدر برضو تتتبع مكان العلبه دي لو ضاعت منك كده عن طريق فايند ماي اب اللي في الايفون. الموضوع شغال مش وحش لكن مش بنفس دقه اللي بيحصل في الايربودز برو، لان في الايربودز برو الجديده دلوقتي عندك اليو 1 شيب اللي هي اساسا مسؤوله عن حته انك تلاقيها لو ضاعت منك دي. وطبعا من اكتر ما يميز الكيس بتاعه الايربودز ان هي بتفتح وتقفل كده وسناب يعني، وتلاقيها بتطرقع معاك واحساسها لطيف قوي الحقيقه. وطالما فتحنا الكيس بقى فخلينا نخش نلف لفه كده في السماعات نفسها. اول ما تطلع السماعات كده هتلاقي شكلها تقريبا مشابه جدا جدا للسماعات بتاعه الايربودز برو، فيما عدا الاطراف السيليكون اللي بتكون موجوده في الاخر عشان تخش في ودانك على طول. حتى نفس الستام او الدراع اللي هو نازل لتحت ده ما بقاش طويل قوي زي الموديلات القديمه. وانت لو شلت الكاوتش دي اللي في الاخر بتاعه الايربودز برو هتلاقيهم شبه بعض بالظبط تقريبا. وخلي بالك عدم وجود الطرف السيليكون او الكاوتش ده قد يكون ميزه لناس كتير جدا وعيب برضو لناس تانية، لكن انا اعرف ناس ما بتحبش خالص الجزء الكاوتش اللي بيخش في الودان ده، وهو بالنسبه له دي حاجه بتكتم ودانه وتحسسه كده بالصداع وانه متضايق وبتاع. هو عايز اي حاجه بلاستيك بس كده تتعلق في ودنه. والحقيقه ان القصه بتاعه الايربودز الجيل الثالث اتظبطت جدا وفعلا بتتعلق في اغلب الودان بمنتهى السهوله ومش متعبه خالص. ودلوقتي كمان عندك الستام او الدراع بتاع السماعه دي في الجزء المجوف ده اللي انت فعلا بتفعصه كده علشان تعمل الاوامر اللي انت عايزها. فبفعصه واحده على اي من الودنتين هتشغل التراك اللي
اللي قدامك او توقفه تاني او ترد على المكالمه او تقفلها، ولو فضلت فاعص شويه هتفتح سيري اللي هو المساعد الصوتي بتاع الايفون. طيب بعد اللفه في الهاردوير بقى تعالى اقول لك اهم المميزات اللي في السماعه دي واهم الحاجات اللي مش موجوده فيها برضه. طبعا اكبر فرق ما بين السماعات دي والايربودز برو هو ان ما فيهاش الاكتيف نويز كانسليشن. السماعه دي ما فيهاش عزل ضوضاء، وطبعا عشان ما فيهاش كمان الكاوتش السيليكون اللي بتخش في ودانك دي، فما فيش اي حاجه تمنع الدوشه انها تخش ودانك، بل بالعكس المايكات اللي موجوده بره دي بتساعد شويه في انها بتدخل لك الدوشه اللي بره جوه. طبعا مش زي الترانسبيرنسي مود او نظام الشفافيه اللي في الايربودز برو، لكن بتحسسك اكتر ان انت مش لابس حاجه في ودنك وبتسمعك الدنيا اللي حواليك كويس. حاجه تانية من اكتر ما يميز السماعات دي لما اعلنوا عنها ان فيها نظام السبيشال اوديو او الصوت المحيطي بتاع ابل، وده باختصار لما تيجي تتفرج مثلا على فيديو معين او تسمع تراك بيدعم السبيشال اوديو وحاطط التليفون قدامك كده او الايباد او ايا كان وتبتدي تلف وشك، هتحس ان الصوت لسه مكانه قدامك، كانك سامع الصوت فعلا من حاجه موجوده قدامك، مش مجرد سماعات عاديه بتطلع لك الصوت هو كده بغض النظر عن وضعيه راسك يعني. ولو بتسمع تراك موسيقى مثلا بيدعم السبيشال اوديو ممكن تحس ان الالات متوزعه حواليك، مش كل حاجه طالعه من نفس المكان، والحقيقه احساسها لطيف جدا وبيحسسك بان الصوت مجسم جدا. السماعات دي برضو بتدعم حاجه اسمها الادابتيف اي كيو، يعني على حسب ستايل الموسيقى اللي انت بتسمعه او على حسب شكل ودنك كمان بتقدر تظبط شويه في الترددات اللي داخله في ودانك عشان تسمع الصوت يعني في افضل شكل ممكن. عمر البطاريه برضو لطيف في السماعه دي، فانت عندك الشحنه الواحده بتديك 6 ساعات متواصل في ودانك، ولما تيجي تشحن بقى السماعات في الكيس بتاعتهم تاني هتاخد اجمالي 30 ساعه من الاستماع، وده يعتبر حاجه كويسه جدا في عالم السماعات برضو. وطبعا مش محتاج اقول لك قد ايه التوافق ما بين السماعات دي واي جهاز تاني في الايكو سيستم بتاع ابل. انت مجرد بس ان انت بتفتحها جنب التليفون هيطلع لك على طول يقول لك انت عايز تربطها بالتليفون ولا لا، وطبعا لو عندك ايباد وماك بوك ولا حاجه انت هتتنقل ما بين الاجهزه دي بمنتهى السهوله والسلاسه. والمايكات بتاعت السماعات دي برضو تعتبر كويسه جدا، فاللي انت سامعه دلوقتي ده عباره عن تسجيل بيحصل بالميكروفونات اللي موجوده في الايربودز الجيل الثالث، وده هيكون صوت شبيه جدا للي هتسمعه في المكالمات او لو سجلت اي حاجه بالميكروفونات اللي موجوده جوه الايربودز. وبالنسبه للفت او لراحه السماعه دي في ودانك، فانا زي ما قلت لك هي كونها ما فيهاش الاطراف الكاوتش دي مخليها ممكن تكون اريح لناس كتير جدا اللي هي ما بتحبش الحاجات اللي بتكون داخله في الودن جوه. وانا بصراحه من استخدامي للسماعات دي كذا يوم كده انا شايف ان هي مريحه جدا وبتمسك في الودن كويس قوي وما بتقعش كده زي ما انت شايف، مع ان ما فيش اي حاجه كابسه جوه وداني. لكن برضو لو جات لك فرصه ان انت تجرب السماعه دي قبل ما تشتريها في اي محل بقى او مع اي حد تعرفه، فدي هتكون حاجه كويسه، لان في بعض الناس ودانها ما بتنفعش معاها قوي قصه السماعات دي. نيجي بقى لحاجه مهمه جدا قبل العيوب، وهو جوده الصوت او الكواليتي بتاعت الصوت اللي بتسمعه. والحقيقه انا انبهرت جدا لما سمعت السماعه دي، توقعت ان هي تكون اي كلام بصراحه، لكن عجبتني جدا. ما هياش طبعا في الليفل بتاع الايربودز برو خاصه الجيل الثاني، لكن هي عامله زي العربيه المرسيدس مثلا اللي هي تكون حلوه ومريحه وشيك معاك في اي حاجه هتستخدمها فيها، لكن مش لازم تكون بقى العربيه اللي فيها كراسي مساج ومعرفش بتجيب من 0 ل 100 في 3 ثواني ولا ايه. ما هياش كده زي ما هتشوف في الايربودز برو مثلا او الايربودز ماكس، لكن في 90% من الاستخدامات اللي انت هتكون عايزها انا شايف ان السماعه دي بصراحه مثاليه وصوتها كويس جدا. سمعت بيها موسيقى حلوه جدا، اتفرجت على افلام ومسلسلات حلوه جدا، عملت بيها مكالمات كانت كويسه جدا، فانا شايف ان التجربه بصراحه مثاليه لاغلب الناس اللي ما بتهتمش بالتفاصيل قوي او عايزه اعلى حاجه في الدنيا لما يجوا يختاروا سماعه للتليفون بتاعهم. طب ايه العيوب بقى اللي في السماعه دي طالما قعدنا نقول الميزات اللي فيها كده؟ الحقيقه بعض العيوب ما كانش اغلبها يعني هي حاجات مش موجوده فيها وشفتها في الايربودز برو. يعني طبعا مش نقدر نعتبر ان حته ان مفيش نويز كانسليشن ده عيب، لان انت بتشتريها وانت عارف كده، وده اكتر فرق ما بينها وما بين البرو. لكن مثلا حاجه افتقدتها موجوده في السماعات البرو هو ان الستم او الديل اللي في السماعه البرو انت لو بس عملت كده عليه فوق وتحت انت بتعلي وتوطي الصوت. الكلام ده مش موجود في السماعات العاديه برغم ان هو تقريبا نفس شكل الستم، لكن الحقيقه دي حاجه اتوقع انها تكون موجوده في الجيل الرابع اللي هينزل. وبمناسبه الجيل الرابع اللي هينزل، فلو انت مش مستعجل قوي المفروض ان الجيل الرابع من السماعات دي هينزل اخر 2023، ده على حسب يعني التوقعات، فلو مش مستعجل ممكن تستنى شويه. عيب كمان ان انا في السماعات البرو اتعودت برضو على حته ان في سماعه في الكيس نفسها عشان لو مش لاقي الكيس اقدر ان انا ارن عليها من تليفوني، ودي حاجه بصراحه ساعدتني جدا في ان انا الاقي السماعه لما ما كنتش لاقيها في البيت. لكن فيما عدا ذلك لو انت شخص عنده ايفون، لان السماعه دي احسن بكتير لو انت معاك ايفون مش لو انت معاك اندرويد، فلو انت الشخص ده وبتدور على سماعه تنفعك في اغلب الاحتياجات اللي في يومك الطبيعيه وتسمع صوت بكواليتي كويسه جدا، مش فارق معاك النويز كانسليشن، ولو ما بتحبش كمان السيليكون تيبس او الاطراف الكاوتش اللي بتخش في الودان، فالسماعه دي مثاليه وروح اشتريها من غير ما تفكر كتير. وبس كده، دي كانت كل حاجه حبيت ارغي معاك فيها شويه عن الايربودز الجيل الثالث. لو عجبك الفيديو ده تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه، تنساش كمان تتابعني على انستجرام وتيك توك، هتلاقي فيديوهات قصيره لطيفه والروابط موجوده تحت في الوصف. ولو عندك سؤال في اي حاجه او افكار لفيديوهات حابب تشوفها اكتبها لي في الكومنتس وهقرا الكومنتات كلها، واشوفك في الفيديوهات الجايه.
سلام.